السلام عليكم. بمناسبة إن الأيام دي الأخيرة خلاص في رمضان، مش عارفين لسه العيد بكرة أو بعده، وأنا كمان في الشغل مش عارف أروح إمتى، فقلت أسجل الفيديو ده، وهو تذكرة لنفسي ولكل حد في آخر رمضان فاكر إن خلاص الفرصة راحت. يعني نفسه وقعته في رجب وما سابتوش، وقعته في شعبان، ومش بس كده، أجرم وتعدى حدوده وعصى ربنا في رمضان. أول 10 وتاني 10 وتالت 10 اللي المفروض يشد فيهم، يبقى يعني أقوى حاجة، ويحاول يحافظ عشان صلاة قيام الليل، يحاول يحافظ على قيام الليل وصلاة التهجد عشان الليلة المباركة بتاعت ليلة القدر. برضو وقع في كل مرة، بس الفكرة ان هو في كل مرة كان بيحاول يقوم. الفيديو ده عشانك، لو انت عملت كده، ولو انت ما عملتش كده ووقعت في رمضان بس، فبرضه ده عشانك. انا جاي افكرني وافكرك بحاجة جميلة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال سورة غافر، بسم الله الرحمن الرحيم: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فاسأل من ربنا ان هو يغفر لك، وان هو يتقبل توبتك، وانه يرحمك من شدة عقابك. ربنا قال على نفسه ان هو غافر الذنب، وقوله الحق، وقال ان هو قابل التوبة. قابل التوبة ما فيهاش كلام، مش قابل التوبة لو حصل او قابل التوبة لو كذا، قابل التوبة. وكمان في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يعني افتكر ان ربنا رحيم، وان ربنا بيقبل التوبة. انا عايز اول خطوة تعملها ان انت تتوب. يعني انا في اخر يوم في رمضان، النهاردة 29 او النهاردة 30 او خلاص ما رمضان خلص، يعني هعمل ايه؟ افتكر ان دايما ربنا بيغفر، دايما ربنا بيتقبل التوبة. دي مش خاصة بس في رمضان. رمضان ليه أجر كبير وفضل كبير، وإن أنت ممكن في ليلة تكون من عتقاء من النار كمان. لكن ما تخليش ده الشيطان أو نفسك، لأن الشيطان محبوس، ما تخليش نفسك تحجم عليك عقلك وتقولك لا، ما خلاص، ما رمضان خلص، أو ما خلاص، ما انت ضيعت كتير، انت عصيت كتير، ده انت يا اخي، ده انت ايه الإجرام اللي انت فيه ده؟ رجب وشعبان وكمان رمضان، وكمان قلت خلاص هشد اهو، هبهدل الدنيا في 10 الأواخر دول، وهعمل ومش هسيب، وبرضه عملت نفسك تعبان، وتكاسلت هنا وتكاسلت هنا، وهربت في الصلاة دي وهربت في الركعة دي. ما تخليش نفسك تضحك عليك، فكرها ان ربنا غافر الذنب قابل التوبة. ويا نفس ما تأجليش توبتي عشان ربنا شديد العقاب، واحنا مش قد عقابه. احنا مش قد القبر المظلم، احنا مش قد القبر المظلم، مش قد ضمة القبر، احنا مش قد عذاب جهنم، مش قد ان احنا نسمع صوت جهنم او نحس بيها حتى من بعيد. افتكر وفكر نفسك ان المسألة هي الصراط المستقيم. افتكر وفكر نفسك ان المسألة هي الصراط المستقيم. وافتكر يا صديقي الجميل العسل، سورة نوح، سيدنا نوح لما قال لقومه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا قوم ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العظيم. يا أخي يا أخي، فوق فوق فوق، عشان ممكن موت يبقى دلوقتي، ممكن بكرة، ممكن بعد ما تقفل الفيديو ده. في ناس قريبين مني وقريبين من سني توفاهم الله، كانوا فاكرين ان بكرة هيعيشوا، كانوا فاكرين ان هم ان عمر الانسان بيقف عند 60، ان هتجوز وهعمل. انا بكرة خلاص اخر سنة دي وهخش الجيش، وشايل هم الجيش. سبحان الله، يجيله ملك الموت بكل بساطة. يا اخي اتعظ، موت الشباب كتير،
خايف عليك، خايف على نفسي طبعا. والرسالة دي زي ما قلت في أول الفيديو ليا قبل ما يكون ليك. توب، توب، لأن مفيش وقت، مفيش وقت خالص، مفيش وقت. هم لو حضرت موت حد من قريب شفتهم وهم بينزلوا الأمانة للقبر، تعرف إن مفيش وقت، إن هي متر في متر. ولو أنت مش جاهز للمتر في متر هتبقى أضيق من المتر في متر. لو أنت مش حافظ من القرآن مش هتلاقي ونيس ليك. لو أنت مش بتقرأ سورة الملك كل يوم مش هيكون في نور في قبرك. لو أنت مقصر في أذكارك مش هتلاقي ونيس ليك. يا أخي، يا أخي، اتق الله. ولو حتى دي آخر يوم في رمضان، توب وارجع لربنا واغفر له وناجيه. وزي ما الشيخ سمير مصطفى بيقول، اقف قدام ربنا وقول له يا رب يا أنا صنعتك، يا سيدي أنا عبد لك فارحمني واغفر لي. تذلل لربنا وروح له قول له أنا جاي لك ومش عارف أعمل إيه. أنا ضيعت 29 يوم في اللا شيء. قول له إن أنت ندمان. التليفون وقع. مهم. يا صديقي الجميل اللطيف، أحب أفكرك قوله تعالى سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما عملوا وهم يعلمون. يا صديقي ربنا عارف، ربنا عارفك، بس ربنا عايزك ترجع له وتقول له أنا عارف إن أنا أخطأت فيه. مهم يا صديقي الجميل، ما تنساش إن دي دنيا، إحنا هنموت قريب. ممكن دلوقتي، ممكن بعدين، محدش عارف هيموت امتى. الإضاءة مش كويسة. المهم إن الكلام يكون واصل. فيا أخي المسلم، إحنا لازم نتوب، لازم نتوب في شبابنا ده، لازم نتوب في آخر يوم، لازم نتوب. لو حتى دلوقتي ارجع لربنا، عصيت دلوقتي ارجع توب تاني. بعديها ب5 دقايق عملت نفس الذنب أو ذنب مختلف أو ذنب أكبر، ارجع توب تاني. ارجع توب في كل مرة تفتكر إنك لازم تتوب. كل مرة مش تفتكر أنت عملت الذنب، على طول بتتوب، على طول. ونعم العبد إنه أواب. يعني إيه؟ مش محتاج أقولها لك لأن أنت كده عارف يا صديقي. كثير العودة لربنا سبحانه وتعالى. يا صديقي العزيز، افتكر إن دي دنيا، هي دنيا، وأنت يعني ما تنساش إن أنت لسه في حياة البرزخ. أنا عايز أفكرك بحاجة مهمة. أنت ليك 3 حيوانات. هي الحياة الأولى هي حياة الدنيا اللي هتعيش فيها 50 سنة 60 سنة. يا عم أنت جامد، هتعيش 100 سنة 200 سنة. طولة العمر كلها تكون ليك يا صديقي العزيز، تكون كلها في الحسنات والخير إن شاء الله. ولكن ما تنساش إن في حياة تانية أو تالتة، وهي حياة البرزخ، هو القبر لو مش عارف، وحياة الآخرة في الجنة إن شاء الله أجمعين. يا ربنا يعني يجرنا من جهنم. فاهم إزاي؟ فيا أخي أنت منتظر إيه؟ أنت هتقعد في البرزخ. يعني أنا عايزك تتخيل كده الصحابي دلوقتي، أي صحابي، خلينا نقول عمر بن الخطاب. تخيل عمر بن الخطاب دلوقتي في قبره، النعيم اللي هو فيه في قبره. وتخيل برضو مثلا أبو جهل، أو خلينا نكون قدام أكتر، فرعون. تخيل، لا خلينا نرجع تمام. تخيل عذاب دلوقتي قوم نوح في قبرهم. يعني شوف قوم نوح بقالهم كام سنة، تخيل دلوقتي لحد الآن هم بيتعذبوا. تخيل فرعون لحد الآن بيتعذب. يا أخي المسلم، هل أنت قد العذاب ده في هذا القبر ضيق جدا اللي أنت يعني مش هيكون في معاك ونيس؟ يا أخي مش هيكون في معاك ونيس، مش هيكون في معاك حد. ده أنت حتى لو بتتعذب وفي ناس بتتعذب حواليك، يا أخي ممكن تقول أهو ما بتعذبش لوحدي مثلا. أنا بحاول حتى يعني
اجيب عقلك لو انت بصص لها ازاي، بتفكر فيها ازاي يا اخي؟ دي دنيا يا اخي، دي دنيا، وانت هتنزل في متر المتر لوحدك هتتعذب عذاب شديد، عذاب شديد يا اخي. اسال الله ان يغفر لنا ويتقبل توبتنا. انا اتمنى بجد ان ربنا يرحمنا ويجعلنا يعني من العتقاء في هذا الشهر الكريم يعني، وربنا يغفر لنا اجمعين.